خد الاهداف. وكابتن جمال بيتكلم كده عن المجموعه او المريخ وهو بيرجع. يا كابتن جمال مره ثانيه شايف في كلام اللعيبه كده او التقرير بتاعنا حماسه وعوده مره اخرى للصداره، عايزين يتصدروا وعايزين ينافسوا زي ما قال كابتن ممدوح كده، عايزين يدخلوا الترقي والدوري الممتاز. طبعا عندهم طموح كبير جدا، ودي حاجه حلوه قوي تخدم المدرب محمد ياسين. ومحمد ياسين انا بحبه جدا على فكره، مدربين محترمين ملتزمين. التصريح اللعيبه اللي احنا شفناها تحس ان هم فعلا مصممين على ان هم مش يطلعوا مش ترقي بس، لا مش ترقي. فدي حاجه كويسه جدا اليوم. بس انا عايز اقول في لاعب فيهم قال كلمه حلوه قوي، قال احنا الفلوس بالنسبه لنا مش مشكله، احنا في ناس صرفت وناس ما صرفتش، انما احنا مصممين ان احنا نصعد. فدي حلوه جدا جدا. كابتن ممدوح كل الحقوق راحت للاعبين المريخ ولا في حاجه متبقيه؟ لا بالكامل كل حقوق لاعيبه نادي المريخ حتى نسبه 30% الاخيره. انا قبل ما اجي عندك هنا بالظبط كان طلع شيك بيها للجزء المتبقي اللي كان قال لي الكابتن شريف. وحقيقي زي ما قال الكابتن جمال اللعيبه عندها روح غير عاديه جدا، مش فارقه معاها، مستعده انها ما تقبضش بس توصل، مستعده انها تاجل حقوقها بس ان هي توصل وتحقق الحلم ووصلوا الدوري الممتاز. بس انا ببلغك من هنا ان ما فيش اي حقوق لاي لعيب متاخره، ده على مسؤوليتي الخاصه ومسؤوليه مجلس الاداره اللي هو بيبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك. احنا ما عندناش حاجه متاخره. الطموح اللي عندكم الصعود للترقي يبقى حققتوا انجاز مماثل. الخطه على مراحل، الخطه الاولى هي الصعود وان شاء الله نحن صعدنا لنبقى وليس لننزل. يعني الصعود للترقي ثم للدوري الممتاز، ثم الترقي ثم للدوري الممتاز ان شاء الله. اللقطه دي يعني احلى لقطه الاسبوع اللقطه دي، ان اللعيب اللي جاب جول جري على المصور خد منه الكاميرا يصور نفسه سيلفي هو اللعيبه، قام المصور جري وراهم في الحب، في حب شباب مع بعض. هو ده المركز الاعلامي. حوده نطمع فيها تاني يا حوده، معلش مخرجنا الجميل نرجع ونبدا فيها حوده فيها تاني. نطمع فيها. المصور راح الولد شاب رجلي وراه فرح. الروح دي تخلي اي حد يبقى سعيد. الروح دي عجيبه. الروح الموجوده في المريخ دي في بدايه الموسم فقط ولا مستمره حتى مع تراجع النتائج؟ دي اللقطه. بص خد اللقطه اداله الكاميرا اول حاجه وبعدين مشي يا محمود، مشي هو. بص بقى المصور هيعمل ايه؟ المصور الولد الشاب الصغير ده هيعمل ايه؟ ماشي يا حوده. بص ده مين ده؟ ايمن هيقول لنا مين؟ احمد عبد الرازق جري وراهم وتصور معاهم شباب مع بعض. لا الروح لذيذه. احمد عبد الرازق هشام البطوط. شكرا. والمصور اللي راح يتصور ده اسمه عمر خليل اللي بنحييه على الروح اللي هو عملها. بشكرك محمود وبشكر اداله الكاميرا يعني مش موبايل، لا مش قال له حاسب انا. يعني ان شاء الله بنتمنى العوده السريعه للمريخ باذن الله للترقي ثم للدوري الممتاز زي امنيه زي باقي كل الفرق اللي وده طموح مشروع لكل الفرق اللي بتنافس انها مش بتلعب لمجرد اللعب، احنا نلعب عشان ننافس ثم نصعد ثم نبقى ان شاء الله. في مشاكل عندك في نادي المريخ حابب تعرضها او عندك ازمه سواء كانت في المحافظه او في وزاره الشباب؟ والحمد لله طبعا احنا بنلاقي كل الدعم زي ما قلت لحضرتك من مجلس الاعلى للشباب والرياضه ووزاره الشباب ومن سياده المحافظ، وده ما نقدرش نقول ان احنا عندنا مشاكل الحمد لله، ولكن احنا نتمنى الموافقه السريعه فقط لا غير على المشروع اللي احنا متقدمين بيه حتى ننهض بالمريخ وحتى نوفر على كائن المحافظه. ده واضح واضح ان هم متفقين على المساله دي في كل الاهداف اللي بتيجي. ده مصطفى جعفر ده مش كده؟ ده مصطفى جعفر ده جول قلشه. تحب انت كده هاتوا تاني جول قلشه. جول قلشه. بالنسبه للمشاكل حضرتك عارف مشاكلنا تتلخص دائما وابدا في المشاكل الماديه لا اكثر ولا اقل. الحمد لله ما فيش اي مشاكل في مجلس الاداره زي ما قال الكابتن جمال، مجلس الاداره كله على قلب رجل واحد على حب، ما فيش الحمد لله اي خلاف بيننا وبين بعضنا، بنحل مشاكلنا في الغرف المغلقه وده كله بنت نتائجه على المريخ الحمد لله. هداف الفرقه عندك مين؟ مصطفى جعفر. كابتن مصطفى جعفر طبعا انا عارف بس بحب اسمع اسمه. تحياتنا لكابتن مصطفى جعفر. ما بنتكلمش عنك سلبي، احنا بنتكلم عن ايجابي والله. ايجابي، وبنتكلم عن ان لاعب مهما كانت قدراته وامكانياته حتى لو تعرض لازمه انا بعتقد ان انتوا حتى الماتشين اللي لعبتوهم من احنا فزنا بدونه ده برضه، وانا بقول ان احنا فزنا بدونه، ولكن وانا هو بقول لك انه لا غنى عن الكابتن مصطفى جعفر، هو كابتن كبير وزي ما هو اضاف لنادي المريخ، نادي المريخ اضاف له كتير جدا، اضاف له كتير السنه دي
وهو اضاف لنادي المريخ، ما نقدرش نقول ان احنا ما اضفناش وما اضفناش، لا. احنا ادينا للمجموعه الرابعه حقها وزياده، علشان ضيفنا النهارده عضو مجلس اداره نادي المريخ اللي بنتمنى له التوفيق هو واسطوره كل المجموعات. انا كابتن عاطف عبد العزيز او مركز شباب ابو صوير، يعني الجدير بالاحترام رغم قله الامكانيات قدر يجي من بعيد كده ويتصدر المجموعه ويقرب جدا من الصعود للترقي. كمان الشرقيه والقناه فرق، الاربع فرق يستحقوا، ودمياط كمان تدخل في الموضوع، لكن منافسه قويه جدا جدا. لكن يا كابتن جمال بعتقد انها اقل من المنافسه في المجموعه الثالثه مثلا، وحتى في المجموعه الخامسه والسادسه المنافسات اقوى شويه. دي زيها زي المجموعه الثانيه والاولى، ولو خدنا الرابعه معاهم اللي الصوره شبه محسومه. صح، انا معاك تماما. يعني انما الثالثه ما تقولش لا الثالثه ولا السادسه لغايه العاشر ممكن يصعد. هروح للمجموعه الثالثه بسرعه كده ونتكلم عن كابتن جمال. ما كلمتناش بعد ما انت بعدت انت والشرقيه للدخان كابتن ابو بكر فوده، بعدتوا بالنقاط عن اقرب بس استاذ جمال بس يرضى، استاذ جمال عقل يرضى. لا استاذ جمال عقل مصر ان الانتاج الحرب هيظهر. ناخد الجدول الخاص بالمجموعه الثالثه، وتصدر فريد للشرقيه للدخان، الفريق العملاق في هذه المجموعه هو والسكه الحديد. بعتقد ان هم قربوا جدا يا كابتن جمال، قربتوا وفي فرق كتير داخله، لكن انتوا كده قربتوا جدا من الحسم، خاصه الشرقيه للدخان. انا بقى يعني انا الماتش اللي جاي ما يرجع الدوري ان شاء الله لو كسبته اقدر اقول لك ان انا يعني قربنا بنسبه 70%. اقدر اقول لك ما نقدرش 100%، بس المجموعه برضو متشابكه، لان احنا يعني مثلا الثالث سكر الحمديه 26 وعنده 3 فرق وراه 24 21. طيب لو انا حسبتها ماتش وتعادل، اللي انا بحسبها بالنظريه بتاعتك اللي احنا بدانا بيها البرنامج، الاول 35 ده خلاص نقدر نقول ايه، لو بص على الانتاج الرابع 11 بونت. ما هو لو كسب الماتش اللي جاي هيبقى الشرقيه للدخان ده خلاص يبقى بنسبه 90% اكتر حاجه. انما بالنسبه لينا احنا لازم ماتشين، لازم يعني ماتشين. الشرقيه للدخان محتاج ماتش، انتوا محتاجين ماتشين متتاليين ماتشين يبقى يفضل الفرق الكبير دوت. اما يبقى الفرق الكبير دوت في عرف الكوره زي ما حضرتك عارف، المكسب يجيب مكسب والخساره تجر الخساره، فانت لو كسبت الماتشين ورا بعض هتلاقي نفسك عديت بنسبه 70%. لكن انت بتبص على الرابع، لان في منافسه بين الرابع والخامس جامده جدا ما بين نجوم المستقبل والانتاج الحربي، والترسانه برضو داخل وراهم ومصر للتامين. ما انا بقول لك لا هو لغايه 20 يعني احنا نقف لغايه 20 ما اعتقدش مصر يعني احنا نقف لغايه الترسانه. ما بقول لك لا لغايه 20 ما اعتقدش بعد ماتشين، انما دلوقتي نعتقد لان ال 24 من 20 برضو قريب، انما بعد ماتشين اقول لك ال 20 لا، خلاص بينافس على الهبوط، لان الهبوط 17 دي لو كسب ماتش يبقى 20، فبالتالي بعد ماتشين اقول لك ال 20 ده ما ينفعش الصعود، يبقى هبوط بس. المنافسه هتبقى على الهبوط اكتر. على الهبوط اكتر. طيب تحديدا واروح للكابتن ممدوح، غريبه شويه وريت نعرضها مخرجنا الجميل محمود. المجموعه دي فيها فرق بتنافس على الحاجتين، يعني بتنافس على الصعود وفي نفس الوقت بتنافس على الهبوط من قرب الموضوع. يعني انا عندي من 21 لا خليني من 21 من اول الترسانه لحد مثلا ال 18 اللي هو بنها، لا لغايه 17 لغايه 17 اللي هو الاتصالات لغايه الاتصالات. الفرق دي ممكن تقرب جدا من ال 26 أيوة. وممكن تقرب جدا من الهبوط. هي هابطه، يعني الاتصالات دي اصلا كده في عداد الاربعه الهابطين مع بنها، يعني مع الشمس. يعني غريب جدا، يمكن اول مره نشوفها فرقه في نفس الوقت بتنافس على الصعود والهبوط. ده نتيجه تقارب مستوى فرقه قوية، بس السنه دي اقوى من اي سنه، اقوى من اي سنه، لان في ظهرت فرق ما كانتش موجوده على الساحه زي نجوم المستقبل، FC مصر، يعني الفرقه دي ما كانتش موجوده في السابق، ظهرت وواضح انها داخله مصر للتامين، وواضح انها داخله بقوه، مش انها داخله لمجرد انها تشارك، هي داخله لتنافس كمان. فقوه الفرق في المجموعه هو السبب الرئيسي في التدرج الرهيب جدا في الجدول. من ينافس على الصعود هو من ينافس على الهبوط، والنتيجه 3 بونت، هو ماتش واحد، ماتش بتاخده 6 بونت بتلاقي نفسك فوق، 6 بونت تلاقي نفسك تحت. فدي المجموعه فعلا المعركه شرسه فيها متشابكه جدا يعني متشابكه جدا جدا. يعني انا كنت الخامس لما كسبت 7 بونت بقيت الثاني،
ورا بعض 7 بونت ورا بعض، ففعلا ماتشين ورا بعض يعلوك جدا، ماتشين ورا بعض يجيبوك جدا، ينزلوك جدا. يعني بعد ما كنت فعلا متصدر فجأة رجعت جدا خامس. وبعد كده بقيت وبعد كده المركز رجعت الثاني تاني. مع بعد الشرقية للدخان مباشرة. انا بالنسبه لي انا لما تراجعت الحمد لله بقيت الثاني برضه، لان انا كنت عامل سكور جامد قوي في الاول، وده فادني حقيقي يعني فادنا في هو الكابتن جمال قال كده بعتقد في احدى الحلقات، قال ان الدور الاول اللي بيجمع فيه نقاط كتير بيفرق معاه حتى لو حصل له دروب بيبقى موجود في الصوره. ولو قلنا ان هي كانت دروب ماتشين او 3 او 4 او 5 مش مشكله بس هم مش 5 كتير قوي يعني. انا ما بعتقدش التعادل، ما بعتقدش ان التعادل دروب، ممكن عدم توفيق. هو خلي بالك اللي وسع فجوه الدروب ده انك انت مركز شباب نقطه الدروب الكبير اللي عندي. مش هنتكلم عن ماتش ابو سوير لان فريق ابو سوير فريق قوي زي ما احنا قلنا وكويس، بس هي لكل ماتش ظروفه، وهو كان الحمد لله حتى الجون الجاي في الدقيقه ال5 بالوقت الضايع. هروح للمجموعه الثانيه وترتيب